ونبدأ مع بعض بأول وصفة حلويات معانا لرمضان، وهي وصفة الكنافة الرهيبة دي. وصفة كنافة عبقرية، بدون فرن، بدون زبدة، بدون شانتيه، بدون أي مكونات غالية. هتعملي معاكي أحلى وأطعم 3 طبقات من الكنافة، طعمهم في حتة تانية خالص، منعشة وترطب على القلب كده بعد الفطار، بجد رهيبة. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. معايا بقى ربع كيلو من الكنافة، مناسبة لمقاس الصينية اللي أنا هشتغل فيها 20 في 20. هبدأ دلوقتي، أنا كنت مجمداها شوية عشان أعرف أفركها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة تجيبيها فريش وتعمليها بالمقص مفيش مشكلة، بس كده بصراحة بتكون أسهل بكتير. ربع كيلو الكنافة فركتها لغاية ما بقت معايا بالشكل ده، وبدون استخدام الفرن خالص. هبدأ ان انا اجيب طاسة على النار، فيها معلقة كده صغيرة او زي ما انت شايفة كده من الزبدة او السمنة حسب رغبتك. مش هنغرق بقى بنص كوباية سمنة والكلام القديم ده، عايزين حاجة خفيفة وبرضه اقتصادية. بعد ما السمنة تبدأ ان هي تدوب وتسخن معايا، انزل معايا بربع كيلو من الكنافة. الخطوة دي هتاخد منك وقت شوية، يعني حوالي 7 دقايق 10 دقايق، بس تقليب مستمر عشان الكنافة ما تتلسعش معاكي. كمان النار بتاعتك اقل من المتوسطة، وتقليب مستمر زي ما انت شايفة كده، لغاية ما الكنافة تبدأ ان هي تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه بعد شوية. لما توصل معاكي للون الاصفر ده، اعرفي ان هي خلاص قربت، يعني ما تسيبيش ايدك منها خالص علشان ما تتلسعش معاكي. هفضل ان انا تقليب مستمر. في ناس ممكن تحطها تحت الشواية، يعني تحطها في صينية مفرودة وتحط عليها السمنة وتحطها تحت الشواية بس، وكل شوية تقلبها. بس أنا بصراحة بستسهل كده فوق البوتاجاز، بتكون سريعة. لما توصل معايا بقى للون الذهبي الأشقر اللي انتوا شايفينه ده، يبقى خلاص فاضل لها التكة بس، وتاخد اللون الذهبي المحمر اللي أنا عايزاه. مش عايزة أطلعها وهي لونها فاتح، علشان ما تحسيش إن طعم الكنافة كأنها نية. اللون ده مناسب وحلو قوي. بعد خلاص ما تاخد اللون الحلو ده، هنزل عليها بمعلقتين من السيرب أو الشربات اللي هو التقيل البارد بتاع الكنافة. طبعا ده بالنسبه لي من تجهيزات رمضان، وببقى محضراه كده في برطمانات وشايلاه في التلاجة. ولو عايزين وصفه الشربات وازاي ما يسكرش معاكم، قولولي واعمل معاكم كميه حلوه قوي نحفظها مع بعض. كده الكنافه جاهزه عندي تمام قوي. هبدأ ان انا اجيب الصينية بتاعتي. تقدري تعمليها في كوبايات، في اطباق، في بولات، في كاسات، في صينية، في بايركس، ايه المتوفر عندك. جبت الصينية دي، البايركس ده مقاس 20 في 20، وهبدأ ان انا انزل فيه طبقة الكنافة كلها. هحط طبقة الكنافة، واهم خطوة دلوقتي ان انا الطبقة دي اكبسها معايا كويس جدا. بدأت بالسباتيولا بالشكل ده، بعد كده بالهراسة بتاعة البطاطس، بظهر كوباية، بمعلقة، بأي حاجة. المهم الطبقة دي تخليها متساوية وحلوة قوي. من احلى كمان التحليات الباردة اللي عملتها بنفس الطريقة، وكان مكان الكنافة ده بسكوت بالزبدة، برضو بيبقى طعمها خطير. هبدأ دلوقتي ان انا افرد الكنافة كويس قوي، وبكده الطبقة دي جاهزة. خليها تجمد معاكي في التلاجة. وتعالوا نحضر الطبقة التانية. معايا هنا 3 كوبايات من الحليب، حليب عادي كامل الدسم وبدرجة حرارة المطبخ، مش ساقع ولا مغلي ولا حاجة. انزل عليه ب3 معالق كبار من بودرة الكاستر. الكاستر بقى هيدي طعم خطير جدا مع الكنافة وميكس الفراولة اللي احنا هنعمله. حابة ان انتي تحطي نشا وتعمليها زي مهلبية بيضة، مفيش مشكلة، المتوفر عندك. ونزلت كمان بحوالي معلقتين من السكر. طبعا الكاستر فيه سكر، انا ضفت سكر علشان يعزز الطعم اكتر. واقلب بقى كل ده على البارد. طب لو انتي مش هتضيفي كاستر وهتضيفي نشا عادية، ضيفي معاكي كل كوباية من الحليب معلقة كبيرة هرمية من النشا، ومعلقة من السكر. وطبعا تضيفي فانيليا علشان تديك الطعم الحلو. لكن الكاستر فيه سكر وفيه فانيليا، فانا ضفت سكر بس بسيط. وقلبت كله على البارد كده ورفعته على النار لغاية ما القوام بتاعه يتقل بالشكل ده. اطلع بقى البايركس معايا، طبقة الكنافة طبعا الشربات اللي فيها ساعدها ان هي تكون متماسكة وتمسك في بعض كده. ابدا ان انا انزل عليها الطبقه بتاعه الكاستر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبها بقى على الرخامه تبرد كده والبخار بتاعها يطلع. بس اهم حاجه هغطيها معايا بكيس تلاجة، علشان ما يعملش معايا قشره او وش كده على الوش بتاع الكاستر. فبغطيها بكيس تلاجة بالشكل ده، وهحطها معايا بقى في التلاجة. هسيبها في التلاجة لغاية بصوا ما الطبقة دي تبرد وتتماسك عندي تماما بالشكل ده. ما ينفعش نحط الطبقة التالتة غير لما طبقة الكاستر تبرد، علشان ما تلاقيش الكاستر طلع معاكي لفوق.
طيب دلوقتي بقى ميكس الفواكه اللي انت حابة تحطيها، وبما ان بقى الفراولة متوفرة دلوقتي هنبدأ نعمل بيها شوية تحليات وكبات وحاجات حلوة قوي وكمان مناسبة معانا لرمضان. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب فراولة حلوة كده متماسكة واقطعها معايا. قطعتها تقريبا 4/4 كده، وهبدأ ان انا ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الله بقى على جمال الالوان ولا ميكس الطعم اللي هنشرحه بعد كده. حابة تضيفي اي فواكه تانية مع الفراولة مفيش مشكلة. انا كان عندي صباعين موز كده فبرضه بدأت ان انا اقطعهم وحطيتهم مع الفراولة. قطعت الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطعيه على طول كده، ما تكونيش مجهزاه علشان لونه ما يسودش معاكي. كده خلصنا طبقة الفواكه، تعالوا على طول بقى للطبقة الأخيرة، وهي يا جماعة طبعا الجيلي. تعالي اقولك ازاي نعمل الجيلي علشان يكون الطبقة بتاعته متماسكة وحلوة قوي. انا هنا خلاص رصيت الموز كده، هبدأ بقى دلوقتي ان انا اجيب معايا بولة كده واحط فيها كوباية من المية المغلية. المية هي من الكاتل لسه مغلية حالا، يعني مش هروح ادوبه على النار ولا اي حاجة، بس المية تكون لسه بتغلي حالا. هحطها بالشكل ده وادوب فيها باكو واحد من الجيلي. هاخد باكو او كيس واحد بس من الجيلي، طبعا جيلي فراولة علشان يليق مع الفراولة اللي احنا حاطينها. لو استخدمتي مثلا مانجا او اي ميكس فواكه تانية، شوفي الجيلي اللي الطعم بتاعه مناسب للفاكهة اللي انتي ضايفاها. هبدأ ان انا ادوب الجيلي كويس جدا في الكوباية بتاعة المية المغلية، وابدأ ان انا انزل عليه بحوالي نص او تلت كوباية كده من المية الباردة. لازم المية الباردة، ما ينفعش استخدمه كده بس. هبدأ ان انا احط المية الباردة فوق المية المغلية دي بعد ما ادوب الجيلي في المية المغلية واتأكد ان الحبيبات بتاعته كلها دابت. هحط بقى المية بالشكل ده واقلب كله، وابدأ دلوقتي ان انا انزله معايا على الفواكه اللي احنا حاطينها دي. نزليها بالمعلقة كده بالراحة، كده كده الفواكه هتلاقيها عامت معاكي على الوش، مفيش مشكلة. كله لما يجمد هيمسك ويكون حلو جدا. طبعا بقى هاتيها ودخليها التلاجة معاكي لغاية ما الجيلي يتماسك تماما. يا سلام لو عملتيها بقى قبلها بكام ساعة كده، او الصبح لما تصحي طبعا وتاكلوها بعد الفطار، هتكون حلوة وتماسكت، وبصوا هتكون رائعة. انا سبتها حوالي 3 ساعات في التلاجة كده فتماسكت، بس مش زي ما انا حابة، بس برضو كانت ممتازة. تعالوا كده نشوف بعد ما تماسكت جمال الطبقات يا جماعة. ما شاء الله من فوق كده تماسك، وشكل الفاكهة والفراولة تفتح النفس. وتحت بقى طبقة الكاستر الرهيبة، ولا بقى طبقة الكنافة المقرمشة اللي معسلة كده بالشربات اللي احنا حاطينه وفيها سنة القرمشة. مش قادرة اوصف لكم ميكس ال3 طبقات مع بعض من احلى التحليات اللي بحب اعملها دايما في رمضان. تعالوا بقى نقطع بالشكل ده، قطعيها بقى قطع، وعايزة اقولك لو عندك ضيوف اعمليها الافضل بقى في كبات، وادي كل واحد الكب او الكاسة بتاعته كده، وبتكون في منتهى الطعامة والشياكة وكأنها حاجة كده غالية ومتكلفة. بصوا بقى يا جماعة تطلع كده، خدوا بالمعلقة الكنافة المقرمشة ومسكرة من تحت، الكاستر اللي سكره مظبوط وطعمه حلو قوي، الفراولة والجيلي والموز، ميكس رهيب. جربوها، متأكدة بجد ان هي هتعجبكم جدا جدا. زي ما قلت لكم اهم حاجه سيبوها تتماسك وقت كافي عشان تطلع رهيبه معاكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعه، وانتظروا باقي فيديوهات رمضان ان شاء الله. مع السلامه.